تعالي يا ست الكل اقولك على تركايه من علوم الطبخ، لو عملتيها وانت بتعملي البانيه بتاعك هيروح في حته تانية خالص وهيبقى كريسبي ومقرمش اكتر من اي مطعم بره. والاول مره يا ست الكل هتقف قدام ولادك وتقول لهم كريسبي بتاعي ولا كريسبي المحلات اللي بره. الكريسبي المظبوط بيكون طري من جوه ومقرمش وبيخرمش من بره. فاول حاجه هنعملها ان احنا نخليه طري من جوه، ودي تركايه ست الكل بتعملها من نفسها وبنحييكي عليها، ان انت بتحطي زبادي على التتبيله بتاعتك وتحطي جواها الفراخ. وبالعكس انتوا في ناس بتسيبها بالست ساعات وفي ناس بتسيبها باليوم. اهو ده فعلا اللي بيخليها طري، بس عشان تفهمي ليه، علشان الزبادي حامضي شويه، فدي تعتبر عمليه هضم بدري زياده لانها بتكسر الروابط الهيدروجينيه اللي ما بين البروتينات. فتحيه وسقفه ليك يا ست الكل على حركه الزبادي. بس اعتقد انت ما تعرفيش ازاي تضمني في كل مره يطلع كريسبي. سيادتك بعد ما هتاخديها وتحطيها في التتبيله وتطلعيها، الحركه المعتاده عندك ان انت تحطيها في البيت في الدقيق بقسماط اي حاجه عندك في الدنيا وترميها في الزيت. لكن علوم الطبخ بتقول في حاجتين لازم تعمليهم. الاولى البريدنج اللي من بره لازم يكون حجمه غير منتظم، تحط حاجات صغيره على حاجات كبيره، لان عامل من العوامل اللي هتخليها لك مقرمشه شويه الهواء اللي بيتكونوا على السطح دول. وكل ما كان حجم البريدنج غير منتظم كل ما هيكون مقرمش اكتر. وزي ما انت شايفه احنا بنجرب كل الطرق. اول طريقه حطيناه في دقيق بس، تاني طريقه حطيناه في بقسماط بس، تالت طريقه رحنا جبنا رقائق الذره. انا عايزك تركز في كل كلمه هتقولها عشان الغلطه فيهم برقبتك. ورقه وقلم اكتب معايا يا ست الكل. تاني حاجه بتخليها مقرمشه شويه الميه بقى اللي بيبقوا موجودين على السطح ينزلوا في حراره عاليه جدا فيتبخروا مره واحده. تالت واهم عامل ان حته الفراخ بتاعتك تكون غرقانه. رابع نقطه بقى ودي الجديده والعجيبه اللي محدش هيقولها لك في اي وصفه ومش موجوده عندنا غير في علوم الطبخ، ان الزيت اللي هتقلي فيه لازم تكوني قليتي فيه قبل كده. اعتقد دلوقتي عرفتوا ليه الطعميه والكريسبي بتاع المحلات اللي بره بيبقى جامد. لو عايزه تعرفي السبب وهو ملهوش اي لازمه، ولحد ما الفراخ ما تتقلي الزيت كل ما بيتسخن وكل ما تقلي فيه كل ما الروابط اللي فيه بتتكسر فيقدر يتغلغل جوه الفرخه كده ويحمرها لك اكتر ويطلعها لك كريسبي. حانت لحظه الحقيقه. تعال الناس اللي بتسال يا جماعه في الكومنتات اشمعنى ادهم، انتوا تعرفوش ادهم واخد رتبه عقيد في تذوق الاكل، ما عندوش يوم مرحمين. بص، في اول قليه زيت اللي هو الناس كلها بتعملها في البيت، وفي تاني مره قليه زيت اللي احنا علوم الطبخ بتقول لازم تقلي تاني مره. فدوق اول مره، شوف وقول لي مين اكتر واحده عجبتك في اول مره. ماشي. تقرمش خالص دي دقيق اكيد وست البيت ما بتعملش كده، ما بتحطش دقيق بس عشان نثبت بس النظريه، يعني لما بيكون حاجه نفس مساحه السطح ما تقرمش. نشوف البقسماط بقى. طبعا انا مش عشوائي بس هو الناس في ايطاليا بياكلوا كده على فكره. حلوه دي حلوه بس ما تقرمش. ما بتقرمش. ما على فكره ما بتقرمش بس لا مش قوي، مش زي مش اللي انت متوقعه. مش الكريسبي بتاع المحلات. طيب دي بقى الخدعه اللي من علوم الطبخ، حط حاجات حجمها مش قد بعض. فجبنا رقائق الذره وطحناها لوحدها. الصوت باين، الصوت بيتكلم. اسمع فاهم. تمام. بص سمع بقى الصوت يا محمد. التركات التانية في علوم الطبخ دي اكتر واحده عجبتك صح؟ دي هتاخد بالي زيها رقائق ذره لوحدها. دي اللي الاختراع بتاعي ده اخر واحد، ده تاني طبخه. شوفوا ده ولا ده؟ تاني مره زيت ولا اول مره زيت؟ هو ده تحس فيه زيت كتير شويه بس بيقمر. اللي بالقشطه لا جامده قوي، ده اول مره وجامده. دوق تاني مره. سمع الصوت؟ براند شارع العلوم ومأكولات. احنا نعمل عربيه بقى. شوف بقى الاختراع بتاعي. هو شكله ده بقى حطيت فيه كل العوامل مع بعض. شكله جوسي بس هل هيطلع جوسي؟ احلى حاجه انها طريه قوي من جوه. هي كريسبي من بره قلبه خصايه. ده سمع. اسمع كده يا محمد. ايه ازم ار انا ادوق. بسم الله الرحمن الرحيم. عم الطبخ يا جماعه طلعت الكريسبي بيرفكتو. طبيعي. تعالى ندوقها. على فكره الاختراع فشيخ. احنا نسينا الصوصات. ايه ما كده هتتحط في الستر اللي ورا. تعالوا ندوق. التتبيله على 100 مين عامل التتبيله؟ فشيخه يعني تحلى. ها؟ انت سامع محدش بيموت من الحاجات دي. ايه تعالى كل. دي تحفه. اللي بالقشطه بقى حلو. حلو.